ممكن إجابة منطقية من فخامة الرئيس أو سيادة رئيس الوزراء؟ إجابة مقنعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا يعني خايفين، انا كمواطن مصري خايف وحاسس باحباط بسبب الاتي حاجتين انا حاسسهم، ويا ريت حد يطلع يعني ايه يطمني. احنا ليه حاسين ان في تعمد لاغراق البلد في الديون؟ في تعمد لاغراق البلد في الديون، بلد تغرق في الديون وتغرس في الديون، في تعمد، وما نعرفش هنسد امتى وفين وازاي. امتى وفين وازاي ما نعرفش. تاني حاجه ايه؟ ده دين الدوله، الى جانب ان الافراد في تعمد ان الافراد نفسها المواطنين يتدينوا. جمعيات الاقراض الداخليه اللي احنا شايفينها بدون ذكر اسماء كترت قوي، والناس بتاخد ومش عارفه تسد. يتماشى هذا مع تصريح رئيس الوزراء بانه هيصدر 20 مليون شقه. انا فاهم هيصدر مثلا 20 مليون طن منتجات، لا هيصدر يعني هيبيع 20 مليون شقه للاجانب. هتجيبهم منين؟ ده قبلها كان في قرار بتاع الغاء القانون بتاع الغاء الايجارات القديمه، ان الناس تخرج من بيوتها بعد 7 سنين في السكني و5 سنين في التجاري، تحت حجه ان ايه؟ الضرائب العقاريه ومفيش حاجه ابديه والكلام ده كله. يعني انت هتبيع حاجه الناس، يعني الناس هتبيع الشقق بتاعت الناس، لانك انت ما انتجتش وما بنيتش اساسا 20 مليون شقه عشان تبيعهم. تاني حاجه النهارده لما هتبيع للاجانب 20 مليون شقه، لو متوسط الافراد اللي هيجي كل اسره 4 افراد، يعني انت جبت 80 مليون بني ادم غريب قعدتهم في البلد. ده يتماشى في نفس الخط الموازي مع ايه بقى؟ مع ان اللاجئين موجودين اساسا هنا، وانت قاعدين على قلبك 10 12 مليون. يعني كده البلد بتتفكك مفاصلها ولا؟ انا مش فاهم حكومه ايه اللي بتعمل كده. يا ريت حد يطلع يعني يفهمنا ويطمنا. لما الشقق هتتباع للاجانب، امال انت مانعين التهجير ازاي؟ وضد تهجير اهل غزه ده ما هيجولك. اسرائيل هتديهم فلوس وجوازات باي دوله هم عايزينها، هيجي يشتروها بكده. هتعمل انت ايه ساعتها؟ هتبيع، لانك انت محتاج مديون. فانت النهارده قاعد تبيع جزء بجزء بجزء بجزء، خلاص الدنيا بتروح مننا. كأن في تعمد ان البلد دي تغرق في الديون وتتباع. يا ريت حد يطلع يطمنا، عشان احنا قلقانين على البلد اللي في ناس ضحت بعمرها وروحها عشان ترابها وعشان رملها. انما احنا متعمدين النهارده بنحل الدين بدين، وما نعرفش هتسده ازاي. يعني انا لما باجي استلف النهارده من واحد فلوس، بقول له والله ان شاء الله هسد، ان انا عندي دخل قد كده. احنا شايفين ان كنت النهارده الدخل القومي بتاع البلد مش مغطي فوائد الدين. طب امال الديون نفسها هتتسد ازاي؟ احنا عندنا ربنا مدينا النهارده، مدينا ارض، ومدينا موقع استراتيجي، ومدينا خيرات ربنا. عندنا غاز، وعندنا بترول، وعندنا ذهب، وعندنا سياحه، عندنا بحر ابيض، وعندنا بحر احمر وشواطئ. كل ده احنا فشلنا فيه، وبنستلف من طوب الارض. طب السداد هيكون ازاي؟ يبقى مفيش حل ان احنا تتباع حته حته. هتبص تلاقي 20 مليون شقه اتباعوا الاجانب، متوسط اللي هيجي اقل اسره 4 افراد، يعني 80 مليون